حاجات ما تعرفهاش عن الولاد ممكن يعني. بصي، ده زقل ودي زقلتها. زقلتها دماغها نضيفه جميله كيوت، دي دماغ واطيه بنت كلب ما تعرفش الاحترام معظمهم يعني. فدلوقتي زقلتها عايزه تعمل مفاجاه لزقلت. زقلتها ما تقولش لزقلت انها عامله له مفاجاه، لا تقول له مفاجاه على طول تصدمه بيها، لانها لو قالت له انا عامله لك مفاجاه دي هتسافر منه وتبقى تجيبها هي بقى. والله العظيم هي 5 دقايق بس من هي تقول له عامله لك مفاجاه، هيتخيل موقف كده ويحط نفسه فيه ويشوف بقى هيتصرف ازاي في دماغه ده كله. واول ما تقول له المفاجاه هيتصدم، لان ده مش هو اللي كان متوقعه. دماغه المريضه كانت مصوره له حاجه تانية ما شاء الله عليه، فليه تصدميه؟ هيخش في غيبوبه كده. فانت تتكلمي واضح، وبمناسبه الكلام الواضح لو قلت لي على حاجه هعملها، قلت لي لا عفوا الله عما سلف، لكن براحتك واعمل اللي انت عاوزه. ليه الكلام ده؟ ليه الاختبارات دي؟ ده احنا بنعدي امتحانات الدراسه بالعافيه، هي ناقص امتحانات يمكن كمان مش حلو. خليكي كده صريحه معانا، خلي العلاقه مبنيه على الصراحه حلو. لكن تقولي لي براحتك واروح اعمل حاجه البس في الحيطه في الاخر بسببك وتنكدي عليا ليه؟ مش جميل. لا خلاص. الولاد ما بيحبوش نقل الكلام، بيكرهوه بصراحه. هما بيناموا يعني، هما بيعملوا زيكم بالظبط يعني. يفتحوا بس موضوع واحد يقول معلومه هتلاقي حرب معلومات عن الشخص ده اتقالت دلوقتي. ده كل واحد عنده معلومه يتفشخر بيها، تعرفيش في ايه اللي حصل. بس برضه هما ما بيحبوش برضه في نقل الكلام عن نفسهم، وده السبب الرئيسي انه بيكره صاحبتك المفضله، لانه عارف انه لو عطس انت بتروحي تقولي لها مش جميل. ما بنحبهمش صحابك دول بالذات، ان صاحبتك دي ما بتسكتش، لا دي بتروح تقول لي بقى اللي صاحبتها هي كمان المفضله وهو بيتفضح. مش جميل والله العظيم. قلنا خليها مبنيه على الصراحه، كتمان ما فيش حاجه تخرج من ما بينكم قشطه، عشان تكملوا بقى خطوبه وجواز ونخلص منكم. الولد بيعمل زي البنت بالظبط لما بيشوف الكراش بتاعته، بيروح ماسك صاحبه اللي واقف جنبه، ها شعر حلو حاجب متسرحه، ها حاجب طب انا لابس حلو ولا اختفي وراك ولا تبقى استخبى فين. بيعملوا زيكم بالظبط. وممكن انت كبنت ساعات ما بتعمليش كده وبتطلعي لنا بعماصك ولسه نايمه وشكلك مقرف، بس لا هو في كل المواقف بيعمل كده. نروح بقى للنكد بتاعك. بصي انت ساعات بقى بتفتحي اسطوانه كده مشروخه واحنا حافظينها، بس هتلاقيه قاعد كده وما بيردش عليكي وساكت. لا هو مش مطنشك، هو سامع كل كلمه بتقوليها وماسك نفسه بالعافيه، ولو ساب نفسه والمصحف لا هيديكي بالجزمه. فاسكتي، مش كل مره بس العكس بقى بيحصل لو انت بتحكي له مشكله، وقاعد هو منتبه لك كده وباصص لك وانت متخيله انه هيحل لك المشكله. مش عايز اصدمك ان نص الكلام ولا تلات ارباعه اللي انت قلته له هو مش سامعه اساسا، لانك بصراحه ساعات بتقولي تفاصيل كده ملهاش اي لازمه والله العظيم. بتيجي في التافهه وتتصدري، لكن تيجي بقى في المهمه عندك مشكله كبيره قوي وانت متخانقه ومش عايزه تبيني نفسك غلط فكروتي الموضوع. هو بيبقى عارف، هو ذكي مش غبي زي ما انت فاكراه. هو غبي في حاجات تانية لكن في دي لا هو عارف، وبيختلف رد فعل. يا هو بيحبك حب اعمى فهيتخانق عشانك وخلاص ده هطل، يلا ده واحد بقى عنده عقل وبيفكر هيديكي بالجزمه ساعتها. الولاد بيحبوا المجاملات زي البنات بالظبط يعني. انت لو قلتي له طعمه حلو ما اقولكيش هيطير من الفرح. عشان كده تلاقي الولاد في الشارع عمالين يلبسوا لك على الموضه فاكرين ان هم هيعجبوكي يعني. اما يلبس بنطلون مقطع بدل شورت ويوريكي شعر ركبه كده هيعجبك يعني. هو فاكر كده، ما يعرفش ان معظم البنات ما بتحبش الولاد عشان شكلهم، عشان حاجات تانية. اديني قلت لك على حاجه. بص الولد مش زيك في حته معينه. دلوقتي انت زعلانه وانا بقول لك انت مالك، انت طبعا بتقولي لي مفيش، وعايزين اقعد اقول لك انت مالك انت مالك لما يطلع عين اهلي اللي جابوني. هو مش كده، هو دلوقتي متضايق وانت بتقولي له مالك، رد عليكي خير وبركه. ما ردش ما تكررهاش تاني، عشان لو كررتيها تاني انا ما اقولكيش على اللي هيحصل لك. عينيك هتتشخرم، هيشلوحك، لو ايديه في سكينه هيشوقها في بطنك زي ما بقول لك بالظبط. ما بنحبش مالك كتير، مالك كتير دي ما بنحبهاش والله العظيم. ولو عايزه تنرفزي ولد اقعدي قولي له ايه اسمه ورا بعض كتير، اسمه ورا بعض كتير. ما اقولكيش على اللي بيحصل في دماغه ساعتها، نرفزها رهيبه وبس كده عشان ما تمسكيش علينا زلل تانية. عايز بقى اقول لك حاجه في الاخر. الولاد بتاع اليومين دول او العيال الصغيره عشان تثبت رجولتها بتستخدمك انت كأداة، اللي هو يتحرش بيكي في الشارع او يعكسك او يجي يتصور معاكي وحاطط ايديه وبيعبط عليكي وينشرها على السوشيال ميديا ويقول لاصحابه بص انا عملت ايه. هو فاكر كده انه بيثبت رجولته بيكي. ما تخلوهوش يستغلك كأداة عشان يثبت رجولته. انت احسن من كده بكتير. وانت لو عندك ابن ما تسيبوش في الشارع يقعد يشتم اللي رايح واللي جاي بامه اللي ملهاش اي ذنب في اي حاجه، ولا يعطل الناس في الشارع ويقف قدام العربيات ويضرب اللي رايح واللي جاي عشان يثبت لنفسه ولاصحابه انه راجل. لا ده كده اثبت انه وسخ، وفي مليون الف طريقه تانية يثبت بيها انه راجل. كفايه انه يحسن من الحاجه اللي بيشوفها. وبس كده. لو عجبكم بقى الجزء الاول في الفيديو خلاكم تضحكوا واستفدتوا شويه، ما تنساش بقى تعمل لايك وشير للفيديو ده. ولو انت اول مره تشوفني ما تنساش تعمل لايك للفيديو بتاعتي على الفيسبوك او تعمل سبسكرايب للقناه بتاعتي على اليوتيوب. كان معاكم محمد احمد، سلام.